لو انتي بتشوفي الفيديو ده دلوقتي فأنا عارفة ان انتي already حطيتي 60 خطة، كتبتي كذا جدول، عملتي plans لحاجات كتير عايزة تعمليها وتبتدي فيها، وبالفعل ابتديتي ولكن ما قدرتيش تكملي. في الفيديو ده عايزين نتكلم على ليه مش بتقدري تكملي الحاجات اللي انت بتبتدي فيها. مش هنتكلم بقى عن ال productivity وعن ازاي تبقي نشيطة اكتر وازاي ما تبقيش كسلانة وازاي تحطي خطط وتكتبي جداول، لان الحاجات دي اكيد كلنا عملناها وكتير مننا already جربناها، وللأسف ساعات كتير ما بتنجحش. فنحط كل المايند سيت بتاع البرودكتيفيتي ده على جنب، وخلينا نتكلم بوجهة نظر مختلفة، او بوجهة نظر واحدة كانت بتبتدي حاجات كتير قوي في حياتها وما كانتش بتكمل، وكانت بتقول اصلا انا كسلانة او هعملها بعدين ويبتدي بقى التسويف. فاحنا عايزين نوصل للسبب الرئيسي ليه الفعل ده كل شوية عمال يتكرر معاكي، بالرغم من ان انتي عندك هدف وعندك حاجة عايزة تحققيها، بس ليه ما بتكمليش فيها؟ في الفيديو ده هديكي values على قد ما اقدر، وهشارك معاكي كل الحاجات اللي انا لما ابتديت اعملها غيرت جدا وصولي للاهداف اللي انا كنت عايزاها في حياتي. فانا متاكده ان الفيديو ده هيكون فيه value كبيره قوي انت محتاجاها، وهيكون غير اي فيديوز تانية انت اتفرجتي عليها على ان انت ازاي تحطي جدول وتحطي الارم تصحي الساعه كام وتنامي الساعه كام والحاجات دي كلها. الفيديو ده مختلف شويه، ولكن انا عايزاكي من قبل ما نبتدي الفيديو عايزاكي تكوني صريحة مع نفسك. اوكي، انا دلوقتي مش قاعدة معاكي، بس انا عايزاكي تكوني صريحة معايا. خدي الفيديو ده ك therapy session لو عايزة تسميها كده. هستخدم معاكي في الفيديو ده نفس التكنيك اللي انا بستخدمه في السيشن بتاعتي مع الكلاينتس بتاعتي، وبالفعل بتجيب نتائج. فقبل ما نبتدي الفيديو عايزاكي تكوني صريحة مع نفسك. اوكي، يعني ايه صريحة مع نفسك؟ يعني انا في خلال الفيديو هسألك شوية اسئلة، انا مش شايفاكي وما اعرفكيش، وحتى لو شايفاكي او اعرفك فانا هنا مش هنا عشان احكم عليكي، ولا انتي اصلا محتاجة ان انتي تحكمي على نفسك. احنا بنحاول نشوف حلول للحاجات اللي احنا we're stuck for a while فيها. اوكي، فلما اسألك على حاجة عايزاكي تردي بصراحة. لو عندك ورقة وقلم ممكن تعملي بوز وتكتبي إجابتك وبعدين تكملي الفيديو لو حابة تعملي كده. فهدفي أو التكنيك اللي أنا هستخدمه في الفيديو ده إن أنا to dig in، يعني بمعنى أصح إن أنا أحاول أدعبس ونخور في الكور بيليفز بتاعتك، في المعاني اللي انت بتديها للحاجات في حياتك، في المايند سيت بتاعتك. نحاول نوصل للأسباب المخفية اللي كتير قوي مننا مش بنقدر ان احنا نقعد مع نفسنا ونرد على الحاجات دي، ولو ردينا ساعات ما بنكونش قوي صراحة، او بنحاول ان احنا نخبي الموضوع او نأجل الموضوع، نقول بعدين هبقى اقعد مع نفسي، او بنكتب نعمل جورنالينج، بس ما بيكونش فعلا هو ده الحاجة اللي بتوصلنا للجذور بتاعت السبب اللي احنا متعطلين فيه. وكمان قبل ما نبدأ الفيديو مش عايزاكي تحسي ان انت فيكي اي حاجة غلط، كلنا we're on a different journey in life، يعني كل واحد فينا بيوصل لحاجة معينة في وقت معين بخطوات معينة. لو انت متعطلة دلوقتي ما تقلقيش، اوكي، انا فترة من حياتي كنت متعطلة كتير قوي بسبب حاجات كتير قوي هتكلم معاكي فيها في الفيديو. وفي اخر الفيديو هديكي الحلول، ايه هي الحاجات اللي انتي مفروض تعمليها علشان يبعد عن حياتك موضوع التسويف، وعلشان تبتدي ان انتي فعلا تبقي برو اكتيف بطريقة مختلفة، مش بطريقة ان انتي بتزقي نفسك وخلاص او بتيجي على نفسك علشان تحققي الهدف ده. واخر حل في الحلول اللي انا هقولها معاكي ده فعلا هي الحاجة اللي نورت لي حاجات كتير قوي، واللي خلتني أكمل في أي حاجة أنا ببتدي فيها من غير قلق ومن غير خوف، وده فعلا الحل اللي غير حياتي. فخليكي مكملة معايا في الفيديو علشان الفيديو ده أنا متأكدة إن هو هيغيرك.
فخلينا نبتدي الفيديو مع بعض. وتخيلي دلوقتي ان احنا قاعدين مع بعض. عايزة اطلب منك ان انتي تاخدي نفس طويل من مناخيرك، وفي اخر النفس تاخدي نفس صغير وتكتميه وتطلعيها بالراحة على قد ما تقدري من بقك. اوكي معايا؟ هتاخدي نفس طويل من مناخيرك وفي اخره نفس صغير وتطلعيه من بقك بالراحة. ولو انتي سايقة دلوقتي او بتعملي حاجة محتاجة انتباهك، ما انصحكيش ان انتي تعملي ده دلوقتي، ممكن تعدي الحتة دي. تقدري تعملي بوز للفيديو وتاخدي اكتر من نفس على قد ما تقدري. طريقة التنفس دي بتريجوليت your nervous system، يعني بتخليكي تبقي اهدى، بترخي جسمك، بترخي اعصابك، بترخي اكتافك، رقبتك، رخي بقك. خليكي بس مركزة ان انتي تسمعيني وتشغلي عقلك معايا وتدخلي جواكي على قد ما تقدري. طيب ليه لما بنبتدي في حاجة مش بنكمل مع ان احنا عندنا شغف فيها؟ سؤال بيجيلي كتير قوي وبلاحظه كتير قوي مع الكلاينتس اللي انا بشتغل معاهم. انا عارفة انا عايزة اعمل ايه وعندي حاجة انا عايزة اعملها، بس ببتدي شوية وما بكملش. فاول حاجة عايزة اسألك عليها في الفيديو ده هو يا ترى ايه هي نوع الحاجة اللي انت عايزة توصل لها، او ايه هو الهدف اللي انت بتسعي ناحيته؟ يا ترى الهدف اللي انت بتسعي ناحيته ده هو فعلا هدفك؟ يا ترى انت فعلا عايزاه ولا انت مجبرة عليه بطريقة غير مباشرة؟ عايزاكي تسألي نفسك السؤال ده وتاني عايزاكي تكوني صريحة مع نفسك على قد ما تقدري. خلينا ناخد example. اوكي let's say ان انتي عايزة تخسي، فعايزة توصلي لوزن معين. اوكي فانا عايزة اسألك، انتي عايزة تخسي ليه؟ عايزة تخسي علشان يبقى شكلك حلو قدام الناس؟ عايزة تخسي علشان عندك لبس معين او بتشوفي ستايل لبس معين عايزة تلبسيه ومش عارفة؟ عايزة تخسي علشان مثلا جوزك او خطيبك عايزك تخسي؟ يا ترى عايزة تخسي علشان السوسايتي بتاعتنا بتشوف ان البنات الرفيعة او اللي جسمها متوازن دي بنات حلوة وفرصها بتكون احسن في الشغل، او فرصها بتكون احسن ان هي تتجوز او تتعرف على شريك الحياة؟ عايزاكي تعملي بوز وتجاوبي على الاسئلة دي بكل صراحة وتكوني واضحة مع نفسك على قد ما تقدري. لان ساعات كتير قوي الاهداف اللي احنا بنبقى عايزين نوصل لها في الحقيقة ما بتكونش أهدافنا. في الحقيقة ساعات كتير بيكون الحياة اللي برا هي اللي بتزقنا علشان نعمل الحاجة دي. مثلا لو أنا بنت صغيرة مامتها وباباها شايفينها من وهي صغيرة ان هي تكون دكتورة، فبيقعدوا يزرعوا البذرة دي من وهي صغيرة، انت هتكوني دكتورة، الدكتورة بتاخد مرتب حلو قوي، الدكتورة الناس بتحترمها في المجتمع، الدكتورة كذا كذا. فتطلع البنت في دماغها ان هي عايزة تكون دكتورة، وبالفعل تدخل كلية الطب وتتخرج وتبقى دكتورة. وبعد فترة لما تكبر بقى وتنضج وعيها يزيد في الحياة بتشوف ان هي هو انا فعلا كنت عايزة ابقى دكتورة؟ انا مش حاسة ان انا عشت الحياة اللي انا عايزاها، انا مش حاسة ان كل اللي انا مريت بيه ده كان من اختياري. احنا اوريدي من اول ما اتولدنا في حاجات كتير قوي ما اخترناش اهلنا، ما اخترناش اسامينا، ما اخترناش البلد اللي احنا بنتولد فيها، في حاجات كتير قوي احنا ما اخترناهاش. وللاسف اهالينا ساعات بتكون عايزانا في مكان معين عشان هم شايفين ان دي الحتة اللي انتي هتكوني كويسة فيها. وانا مش بلومهم، لان طريقة تفكيرهم والمايندسيت بتاعتهم مش لازم تكون بنفس طريقة تفكيرك، ومش معنى كده هم غلط او انتي غلط، مش معنى كده ان احنا نخش في حرب معاهم. اوكي انا دلوقتي عايزاكي تكوني صريحة مع نفسك وبديكي الحاجات دي كمثال، وانت ممكن تطبقيها على كل حاجة تانية. فعايزاك اعرف الاجابة بتاعت السؤال، الحاجة الهدف اللي انت عايزة توصلي له ده هو فعلا هدفك ولا انت مزقوقة عشان تعمليه؟ الحاجة اللي انت عايزة تعمليها دي، عايزة تسافري مثلا، عايزة تسافري ليه؟
عايزة تسافري عشان بتشوفي الناس على السوشيال ميديا، الناس اللي مسافرة وعايشة برا عايشين حياة سعيدة وعندهم فرص أحسن وعايشين حياة كريمة وبيعملوا فلوس أكتر، ولا انت عايزة تسافري علشان حاجة تانية هنتكلم أكتر عليها في الفيديو؟ فياريت تكوني رديتي على أول السؤال ده معايا، وخلينا بعد كده ندخل في السؤال التاني. أوكي، السؤال التاني هو مرتبط بالإجابة عن السؤال الأول. أوكي، أنا عايزة أعمل الحاجة دي ليه؟ هل أنا عايزة أعملها لنفسي ولا عايزة أعملها للناس؟ وتكلمنا في السؤال الأول عن النقطة دي. فهنا عايزة أعرف أنت عايزة تعملي الحاجة دي علشان نفسك ولا علشان الناس؟ في النقطة دي احنا هنا بنتحول من ان احنا بنعمل الحاجة لنفسنا لان احنا بنتحول ل people pleaser، يعني بنبقى بنسعد كل الناس اللي حوالينا وبننسى نفسنا ومنعملش اي حاجة علشان تساعدنا احنا. كل لما بتيجي على نفسك وتعملي حاجة علشان ترضي حد، في اللحظة دي انتي بتلغي جزء كبير قوي من نفسك، ومرة على مرة هتلاقي ان انتي وصلتي لمرحلة بقيتي حاسة ان انتي انا مين، انا ما عنديش هوية، انا عمالة اسعد الناس واحقق امانيهم بس انا مش بعمل حاجة لنفسي. ودي حاجة قوليلي لو عايزين نتكلم فيها في فيديو منفصل لوحده عن ال people pleasing او الناس اللي حوالينا بتحاول ان هي تسحب طاقتنا بان احنا نحقق لها اللي هم عايزينه. النقطة التانية من انتي بتعملي الحاجة دي ليه؟ لو مش لنفسك هتكون للناس. طب لو لنفسك، ساعات بنبقى عايزين نوصل لأهداف، نوصل لحاجة معينة علشان نفسنا، بس يا ترى أنهي نفس فيهم؟ ساعات بنكون عايزين نوصل لحاجة علشان الإيجو بتاعنا. في حاجة اسمها الأنا العليا والأنا السفلى. الأنا العليا اللي هي الهاير سيلف، والأنا السفلى اللي هي بنسميها الإيجو، اللي هي أنا بعمل الحاجة دي من حتة أنا عايزة أغيظ حد معين، أو عايزة شكلي يبقى حلو قدام حد معين، أو عايزة أعمل الحاجة دي عشان الناس تقول عليا كذا، أو عايزة أحقق الهدف ده عشان يقولوا واو بصوا عليها بقى عندها كام في البنك، أو بصوا عليها دي عايشة في البلد الفلانية، أو بصوا دي بقت مشهورة. كل الحاجات اللي احنا عايزين نوصل لها وفي عقلنا عايزين نوصل لها من حتة الأنا السفلى أو الإيجو، صدقوني دي بيز وحشة قوي إن احنا نشتغل عليها وإن احنا نوصل لأهدافنا علشان نرضي الحتة دي. تعالي أقولك ليه وحش قوي إن انتي تبقي بتشتغلي على هدف علشان تساعدي الأنا السفلى أو الإيجو بتاعك. كل لما يبقى عندك هدف عايزة تحققيه عشان ترضي نفسك السفلى، عايزة أقولك وأعرفك حاجة يمكن ما تصدقيهاش بس هي حقيقية جدا، وهي إن كل لما تبقي بتحاولي ترضي الإيجو بتاعك بإن انتي تحققي حاجات وأهداف في العالم اللي بره، إن يبقى عندك حاجات كتير في الحياة اللي بره علشان الإيجو بتاعك يكون مرتاح ومبسوط وحس إن هو ليه شخصية وحس إن هو بقى في حتة معينة وحس إن هو بقى عنده إنجازات وحاجات يتكلم معاها وبقى أحسن من الناس. عايز أقولك لو انتي ماشية في الحياة بالمفهوم ده، أنا كواحدة خديني أختك أو بنتك صاحبتك زي ما تحبي، عايزة أقولك إن انتي هتعاني قوي ويمكن بقالك فترة بتعاني، ومش عايزاكي تاخدي الكلام ده على نفسك. أنا قلتلك هنا أنا بحاول إن أنا أطلع منك حاجات انتي يمكن مش قادرة تطلعيها مع نفسك، وعايزاكي تكوني صريحة بما فيه الكفاية. فاللي بيمشي في حياته من مفهوم ان هو يرضي الأنا السفلى الإيجو بتاعه، عايزة أقولك ان انتي هتفضلي تجري في الحياة جري طويل قوي وهتتعبي تعب صعب قوي حتى لو وصلتي في الآخر للهدف اللي انتي بتدوري عليه. عايزة أقولك انك بعد ما توصلي للهدف ده هتحسي ان انتي اوكي فرحانة الوقت بسيط، اتبسطتي مثلا سافرتي بلد اللي انتي نفسك تسافريها من فترة طويلة، اوكي، فاول ما سافرتي انا فرحانه مبسوطه I'm so excited، خلاص حققت الهدف اللي انا عايزاه وبنزل ستوريز وصور وبقول للناس، والبهجه والفرح ده فضل مستمر شهر 2 3 4 سنه،
ده يعني لو انتي عرفتي تمسكي نفسك سنة انتي سعيدة ومبسوطة، وبعد كده هتلاقي ان السكيل بتاع الفرحة ابتدى ينزل 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 ينزل، وابتديتي تحسي اوكي what's next. انا دلوقتي حققت الهدف اللي انا بقالي سنين بدور عليه وعايزة احققه. what's next. وعايزة اقولك في اللحظة دي هتبتدي الماراثون اللي بعده، تجري ورا الحاجة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها، وتفضلي في الحياة عمالة تجري ورا الإنجازات وورا إن انتي تعملي لنفسك شكل وقيمة في المجتمع، وانتي مش عارفة إن الحاجة اللي انتي عايزة تحققيها دي مش بتتحقق من ناحية الأنا العليا، مش بتحقق لك انتي الرضا النفسي اللي انتي بتدوري عليه. فاللي بيفضل يدور على الانجازات اللي بره، او يبقى عنده achievements، او يبقى عنده فلوس، او اللي يبقى عنده عربيه، او اللي يبقى عنده بيوت، او اللي يبقى عنده منصب معين او شغلانه معينه، عايزه اقول لك لو فضلتي تجري في الحياه على الحاجات دي بنفس الطريقه دي، فهتفضلي تجري ومفيش حاجه هترضيكي. you're not gonna be satisfied. او هيجيلك الرضا في حاجه بسيطه قوي، وقت بسيط قوي هتقدري ان انت تكوني حاسه بالرضا وبالسعاده، وبعد كده it's gonna fade. يعني كل ده هيروح، وهتلاقي انا عايزه الرش اللي بعده. بقيتي مدمنه ان انت توصلي للحاجات اللي بره علشان ترضي نفسك وتحسي بالسعاده. اللي بيعمل الحاجات دي هو مش حاسس بالinner peace، هو مش حاسس بالسعاده الداخليه اللي جوانا، السعادة اللي بتيجي من ان انت تسرندر، يعني تستمتعي بالحياة وباللي انت بتمري بيه دلوقتي وبالحاجات الموجودة في حياتك already. وهنا عايزة بس اقول حاجة بسرعة سريعة. انت لما تسمعي الكلام ده مش معناه ان انت ما تشتغليش وما تنجزيش وما تبقيش احسن من نفسك، لا بالعكس. انا عايزاكي تشتغلي وعايزة تكوني احسن، عايزاكي تكوني احسن نسخة من نفسك على قد ما تقدري، ولكن عايزاكي تكوني احسن نسخة من نفسك علشان ترضي نفسك، علشان ترضي الانا العليا مش الايجو. السؤال التاني وهو لما بتيجي تحققي حاجة جديدة، عايزاكي تسألي نفسك السؤال ده كمان: يا ترى ايه هي نوع الافكار، ايه هو نوع الكلام اللي انا بقوله لنفسي مع نفسي، ايه هو الكلام اللي بيحصل جوه عقلي وبقوله لنفسي وانا في البروسيس ان انا اتطور واوصل للهدف ده. للاسف بشوف كتير قوي في البنات اللي بتشتغل معايا، الكلاينتس معايا، بلاقيهم عارفين هم عايزين يعملوا ايه وعارفين الاكشنز اللي هم المفروض ياخدوها، ولكن للاسف طريقة الافكار اللي موجودة جوه عقلهم بتعطلهم كتير قوي. طريقة افكار من نوع: هو أنا مين يعني عشان أوصل للحاجة دي، أو الحاجة دي صعبة قوي مش هقدر أوصل لها لأن هي شكلها كده هتاخد وقت طويل قوي، فأحسن لي إن أنا ما كملش دلوقتي، أو هستنى شوية لما أكون جاهزة أكتر، أصلا أنا مش حاسة إن أنا جاهزة دلوقتي، أو علشان أحقق الهدف ده أنا محتاجة يبقى عندي كواليتيز معينة، محتاجة يبقى عندي لغة معينة، محتاجة يبقى جسمي شكله كذا، محتاجة يبقى عندي ناس بتسبورت مي، وأنا ما عنديش كل الحاجات دي، فما أعتقدش إن أنا هقدر أكمل الحاجة دي. for example لو أنتي عايزة تخسي، عشان أخس أنا محتاجة يبقى عندي مدرب في الجيم، والمدرب في الجيم عايز فلوس كتير، وأنا مش هقدر أدفع الفلوس الكتير دي، فخلاص بقى مش لازم أروح دلوقتي، لما احوش فلوس هبقى اجيب مدرب وهبقى اروح الجيم. او مثلا انا عايزه اروح الجيم بس مفيش جيم قريب مني دلوقتي، مثلا في جيم يكون بعيد عني شويه ومحتاجه امشي له كتير، فانا لا، انا لسه همشي كتير او لسه هروح، لا خلاص انا هبطل واستنى بقى لو في جيم جديد فتح جنبي هبقى اروح. عايزه اقولك ان كل الحاجات دي ما هي الا mental blocks، عقبات جوه دماغك بتقوليها لنفسك علشان تقللي من نفسك، في حين ان انتي تقدري تاخدي الخطوات البسيطة اللي تقدري عليها دلوقتي من غير ما تلجئي لان انتي محتاجة اعمل 1 2 3 4 5 قبل ما ابتدي اخد خطوة ناحية الهدف ده. اوكي،
لما انت تقولي لنفسك انا محتاجة يبقى عندي حاجات كتير قوي علشان ابتدي، لا، انت مش محتاجة اي حاجة عشان تبتدي. انت محتاجة نفسك وقرار بس. محتاجة انت تكوني موجودة عايشة بتتنفسي حية ترزقي، ومحتاجة تاخدي قرار first action بس كده. عايزة اروح الجيم بس مش عارفة، او عايزة اخس بس مش عارفة، انزلي تمشي، اعملي رياضة في البيت. ده بس مثال ان انت تاخديه وتطبقيه على حاجات تانية كتير. عايزة مثلا اسافر بس مش عارفة، لو انت مثلا في مصر او في اي بلد، ممكن تدوري على اماكن سياحية جميلة تغير لك مودك وتغير لك الاحساس اللي انت بقيتي قاعدة فيه في نفس الحتة او في نفس النيبرهود بتاعتك جوه بلدك. ممكن تعملي سياحة داخلية. يعني في ناس كتير قوي عايزة تسافر برا مصر او برا اي بلد هي عايشة فيها، ولكن هي اصلا ما سافرتش المحافظات التانية اللي جوه مصر. في حاجات كتير قوي حلوة ممكن تشوفيها وتستمتعي بيها وتعيشي احساس ان انا غيرت وسافرت من غير ما تطلعي من بلدك، لو ده لسه مش في مقدرتك دلوقتي. والجزء التاني من النقطة دي ان انا مش عايزاكي تقللي من نفسك ابدا. ما تقوليش انا مين علشان اعمل الماسترز دي، او انا مين علشان اطلع على السوشيال ميديا واتكلم، او انا مين علشان يبقى عندي صوت في حاجة معينة. لا، انتي مختلفة. اوكي، there is space for everyone. ايا كان المجال اللي انتي فيه او الحاجة اللي انتي بتحبيها وعايزة تعمليها، guess what، انتي ليكي مكان. مفيش اي limitation في الحياة. يعني الحياة واسعة جدا. لو فكرنا ان كل الناس اللي في كلية الطب مثلا قالوا يا الدفعة بتاعتنا دي كلها هيطلعوا دكاترة، ده انا كده مش هعرف اشتغل. ما كانوش دخلوا من الاول، ما كانوش اتعلموا من الاول. ما فيش الكلام ده. ليه؟ لان كل واحد فينا احنا لينا بصمة مختلفة. مفيش حد بصمته غير التانية. كل واحد فينا عنده approach مختلف، عنده طريقة تفكير مختلفة، عنده energy مختلفة، عنده أفكار مختلفة، عنده experiences مختلفة. فما تقارنيش نفسك بأي حد حواليكي. لو بدأتي في حاجة وحاسة ان انت لما بتشوفي الناس اللي حواليكي اللي سابقاكي في الحتة دي بتعطلك او بتقلل من شغفك او بتقلل من امكانياتك ان انت تكملي، يا ريت ما تقارنيش نفسك باي حد حواليكي. يا ريت تكملي في الجيرني بتاعتك زي ما انتي، لان كل الناس اللي حواليكي اللي سبقوكي وبقوا في الحتة اللي انتي عايزاها، guess what, they all started from zero. يعني كلهم ابتدوا من الولا حاجة، ابتدوا من الزيرو. كل الناس اللي عندها millions of followers ابتدوا وهم عندهم zero follower. اوكي، كل الناس الناجحة في حاجة معينة ابتدوا وهم ما يعرفوش اي حاجة عن الحاجة دي. اوكي، فمش عايزاكي تحبطي، مش عايزاكي تقارني نفسك بالناس اللي حواليكي. خليكي مكملة ومركزة على نفسك وعلى خطواتك انتي. اوكي، السؤال اللي بعد كده اللي عايزاكي تجاوبي عليه، ونتيجة السؤال ده بتكرر حاجات كتير قوي. يا ترى انتي عايزة تحققي الهدف ده امتى بالظبط؟ اوكي، يعني في ناس مثلا تقولك انا لازم اخس قبل الصيف، انا لازم اخس الشهرين دول علشان عندي فرح او عندي مناسبة معينة، انا لازم وزني ينزل في خلال شهرين اللي انا زدته بقالي سنة او سنتين، انا لازم انزله الشهرين الجايين. عايزة اسألك وكوني صريحة مع نفسك، انت عايزة تحققي الهدف ده امتى؟ ايه هو التايم لاين اللي انت حطاه؟ وخليكي صريحة وانا هكون صريحة معاكي كمان، لان كتير قوي ما يكون عندنا حاجات عايزين نحققها بنبقى so excited وحاطين الديدلاين بتاعنا. انا بعد شهر هكون وصلت 50 كيلو، انا بعد شهر هكون عملت كذا، انا بعد شهرين هكون وصلت للحتة الفلانية. وعايزة اقولك ان دي حاجة بتعطلك جدا وبتأخرك. ليه؟ علميا لما بتحطي توقيت معين لان انت توصلي للحاجة اللي انت عايزة توصلي لها، بيحصل resistance. يعني ايه resistance؟ يعني بيحصل قوة دفع. انتي والحاجة اللي انتي عاوزة توصليها دي بتقعدوا تتنافروا. اوكي، الحاجة دي بتفضل تبعد عنك. تخيلي كده مغناطيس محطوطين قدام بعض بالعكس، هتلاقيهم عمالين يبعدوا من بعض، يتنافروا. فعلميا بيحصل في الطاقة حاجة اسمها resistance.
ان انت تحطي توقيت معين للهدف اللي انت عايزه توصلي له، ده بيبعدك اكتر عن ان انت تحققي الهدف ده اسرع. اوكي. مش هقولك ان كل الناس اللي حطوا ديدلاينز ما وصلوا لهاش، لا، ومش هقولك مش معنى كده ان انت ما تحطيش ديدلاينز وتسيبي الدنيا عايمه. اوكي. انا قصدي اقولك ان انت في عقلك جواكي، جوه عقلك، انا عايزه اعمل الحاجه دي مثلا قبل دخول الصيف، عايزه اخس قبل دخول الصيف. اوكي، دي الحاجه اللي انا عارفاها وعايزه اعملها وعندي ديدلاين. اوكي، مفيش مشكله. بس عايزه اقولك ان انت في السبكونشس بتاعك يبقى عندك حته لو ما عرفتش اعملها قبل الصيف اتس اوكي، مفيش مشكله. دي الحاجه اللي انا عايزاكي تبقي حطاها في عقلك. كل لما تحطي حدود لنفسك وترسمي ديدلاينز، تبقي قاسيه مع نفسك قوي وتبقي جايه على نفسك في حاجات كتير قوي علشان تحققي الهدف ده، كل ما هتحسي ان الهدف ده عمال يبعد عنك اكتر ووصولك ليه ابتدى يبقى بقى اصعب. فانصحك ان انت ما تحطيش ديدلاينز لو هي مش emergency. يعني لو الحاجه، لو موضوع ان انت تخسي ده مثلا مش مرتبط بصحتك، حاجه صحيه او مثلا بعمليه محتاجه تعمليها فمحتاجه تنزلي في الوزن، لو مفيش emergency انصحك ان انت ما تحطيش ديدلاين، بس حطي هدف شامل. حطي هدف شامل بمعنى ان انت تبقي عارفه انت عايزه تعملي ايه. خليكي flexible اكتر، يعني ما تبقيش ناشفه قوي مع نفسك. طيب خلينا نتكلم في الحلول. بصراحة أنا قاعدة هنا زهقانة متلجة، أنا قاعدة في بارك في اسطنبول والدنيا ساقعة وكمان هتشتي كمان شوية، فخلينا نكمل الفيديو. أول حاجة في الحلول وهي هتكون إن انتي تتأكدي 100% إن انتي تبقي بتعملي الحاجة دي علشان نفسك، ومش أي حاجة في نفسك، علشان نفسك العليا. بمعنى أنا بعمل الحاجة دي عشان عندي هدف سامي، عايزة أخس علشان أبقى عايشة بحياة صحية، عايزة أخس عشان ربنا وصاني على جسمي، عايزة أخس علشان مثلا بنتي أو علشان ولادي يشوفوني عايشة حياة صحية فياخدوني كإكزامبل، عايزة أخس علشان يبقى عندي حياة أنا راضية عنها. فأول حاجة في الحلول إن أنا أعمل اللي أنا عايزاه، ولكن أبقى عارفة إن أنا بعمل الحاجة دي علشان نفسي ونفسي العليا، يعني عندي higher value. تاني حاجة عايزة أقولها إن أنت تغيري طريقة الأفكار اللي أنت بتقوليها لنفسك. لما تقعدي مع نفسك وأنت في طريقك إن أنت تحققي أي هدف معين، عايزاكي to catch your thoughts. يعني في طريقة حلوة قوي أنا بستخدمها وهي catch challenge change. يعني الأوتي الفكرة السلبية دي challenges، يعني بمعنى ان انت تتكلمي معاها، انت جاية هنا تقولي لي ايه، انا ما اقدرش، قصدك ايه ان انا ما اقدرش؟ هل انا فعلا ما اقدرش؟ هل في حاجات كتير في حياتي انا عملتها او مريت بيها وما قدرتش انجح فيها؟ جربي ان انت تفتكري المواقف اللي انت عديتي بيها وقدرتي ونجحتي، واثبتي لنفسك العكس and change. غيري بقى الفكرة دي، اكتبيها. الفكرة اللي جت في دماغك السلبية اللي بقالها كتير عمالة تتكرر، اكتبيها واكتبي عكسها. انا مش هقدر اخس، انا قادرة ان انا اخس. ومن الحتة دي اول ما تحطي الاوبوزيت سنتنس او تحطي الفكرة العكسية، ابتدي بقى اشتغلي عليها. اوكي، لان 90% من الحاجات اللي احنا بنحققها في حياتنا يا اما بتتسهل يا اما بتتصعب على اساس الافكار وطريقة افكارنا وطريقة نظرتنا للحاجة دي. لان اول ما نحط فكرة، الفكرة بتولد مشاعر والمشاعر بتولد actions. فلو حطيت فكرة سلبية هتولد مشاعر سلبية، هتحصل actions سلبية. لو قلت أنا مش هقدر، هيجيلي مشاعر سلبية، هاخد action سلبية ان انا مش هنزل الجيم او هبطل اتمرن. اوكي، لو حطيت فكرة ايجابية هيجيلي مشاعر ايجابية وهاخد actions ايجابية، ودي الحاجة اللي انا عايزاكي تعمليها. فاضل تالت ورابع حاجة فعلا هي الحاجة اللي أنا عايزة أتكلم عليها من أول الفيديو، بس خلينا نقول في تالت حاجة عايزة أفكرك بيها، وهي حاجة من الحلول. إن أنا زي ما قلتلك ما تحطيش توقيت معين، انسي الديدلاينز. أوكي، اعرفي أنت عايزة إيه،
انا عايزه يبقى دخلي 10,000 دولار في الشهر. اوكي، ده الهدف بتاعي. ما تروحيش بقى وتقولي انا عايزه الهدف ده يحصل مثلا على اول السنه الجايه، او في خلال 6 شهور انا عايزه الهدف ده يكون اوريدي اتحقق. فانت كده مش بتعملي حاجه غير ان انت بتصعبيها على نفسك. انت واحده دلوقتي مثلا let's say السالري بتاعك $1000. اوكي، فيكون هدفك ان انت تبقي بتعملي $2000، بعدين $3000، بعدين $4000. مش هقولك ان انت مش تقدري تحققي 1000 ل 10,000 مرة واحدة، ولكن خليكي شوية واقعية مع نفسك. اوكي، خليكي شوية بالانسد، يعني دوري دايما على الخطوة اللي جاية، الخطوة اللي بعدها. ما تنطيش قوي في حاجات ممكن تكون بتصعب الدنيا عليكي وبتعطلك وبتخليكي بدل ما تكملي بتحبتك، اللي هو انا عايزة كمان 6 شهور يبقى عندي $10,000 في البنك، وبعدين $10,000 ما جوش في 6 شهور، فانا بقى هحبط ومش هكمل وخلاص شكرا، اصلا انا جربته وما نفعش. اوكي، انت عرفي الهدف بتاعك وما تحطيش ديدلاين، خليكي مكمله. رابع حاجه، والحاجه اللي انا عارفه ان انت مستنياها من اول الفيديو ومتاكده ان هي هتفيدك، لان هي يا جماعه غيرت لي مفهومي عن ان انا احقق اي حاجه في حياتي. اوكي، الحاجه دي ان انت تبرمجي نفسك وعقلك وحياتك على ان انت تكوني اوكي من غير الهدف ده. اوكي، يعني ايه؟ ما انا عندي هدف وعايزه احققه. ازاي يعني انت بتقولي لي ما احققش الهدف؟ يعني عايزاني اتخيل نفسي وانا مش محققه حاجه وابقى تمام وابقى كويسه؟ لا، انا مش قصدي كده. انا عايزاكي تكملي وعايزاكي توصلي وعايزاكي تحققي كل حاجه انت نفسك فيها. ولكن انا بقولك من تجربتي انا الشخصيه واللي انا شفتها بتحصل كتير قوي كذا مره في حياتي، ان انا اول ما بقعد مع نفسي وببرمج عقلي وبقول لنفسي I'm okay either way، يعني ايا كانت النتيجة انا كويسة، انا مبسوطة، حياتي كويسة. لو الحاجة دي حصلت اهلا وسهلا، well done، عملتيها، برافو عليكي. لو الحاجة دي ما حصلتش، انا مش اخر الدنيا، يعني خلاص انا عندي اختيارات. عندي اختيار ان انا افضل مكملة واشجع نفسي واجرب حاجات مختلفة، اتعلم اكتر، وعندي اختيار ان انا اخد روت تاني في الحياة. انا طول ما انا عايشة وبتنفس، انتي تقدري تغيري اي حاجة في اي وقت. فالحاجة دي اول ما ابتديت استخدمها مع اي حاجة في حياتي، ان انا ابرمج نفسي وعقلي انا كويسة ايا كان الحاجة اللي انا عايزاها دي هتحصل ولا مش هتحصل. لما جيت اقدم على الشغل بتاعي، الحاجة اللي انا كنت I was dreaming to get accepted، يعني كنت قدمت على الشغل ده وكنت هموت ويقبلوني، يعني كان هدفي قوي، كنت الحاجة اللي ليا فيها شغف. وقدمت ومش يعني عديت بكذا بروسس، وخلاص عملت الفاينل انترفيو وكل حاجة تمام، وهنرد عليكي في خلال مثلا قالوا لي 2 أو 3، مش فاكرة بالظبط. وعدى الأسبوعين والثلاثة، وانا يا جماعه كنت قاعده على نار، يعني كنت قاعده خلاص مش قادره. يا جماعه ازاي ما ردوش عليا؟ كل شويه عماله ابص في الموبايل بتاعي، ازاي ما ردوش عليا؟ اسال الناس اللي كانت معايا، ابعت على الجروبس، ابعت لهم ايميلز، ليه ما ردوش عليا لحد دلوقتي؟ خلاص كده انا مش هتقبل، خلاص كده ما هدفي هيروح، خلاص مستقبلي خلاص، حلمي ضاع. وقعدت فتره حسيت ان انا يعني ال my motivation was here. كنت حاسه ان حياتي خلاص انتهت لو الشركه ما ردتش عليا. اوكي، بعد شويه قعدت مع نفسي وقلت مريم، لو اتقبلتي في الشغل اهلا وسهلا، لو ما اتقبلتيش بصي حواليكي، انت عندك عيله بتحبك، قاعده في بيت كله دفى وخير، وعندك اصحاب بيحبوكي، وانتي اصلا يور تالنتد، وعندك حاجات كتير ممكن تعمليها وحاجات كتير ممكن تشتغلي فيها. فلو بعتولك وقالولك يور اكسبتد، حلو،
لو خلاص ده نهاية الموضوع ومش هيردوا عليكي او انتي ما تقبلتيش، خلاص مريم اتس اوكي، ممكن تجربي بعدين او ممكن تشوفي حاجات تانية اللي انتي بتحبيها. ولكن بصي قد ايه انتي اوريدي في نعم وعندك حاجات كتير قوي حواليكي. لما ابتديت اعمل كده ونسيت موضوع الشغل ونسيت ان هم يبعتولي ايميل او يردوا عليا، وابتديت ان انا اتبسط بحياتي واقضي وقت مع عيلتي واعمل حاجات اللي انا بحبها وارجع لهواياتي واخرج، ونسيت تماما ان انا كنت مقدمة على شغل، بعد شهر عشان ما اطولش اقول لكم يعني القصه كلها، هي قصه تحفه وقصه مضحكه قوي وفيها حاجات كتير قوي يعني انا اتعلمتها. بس بعد شهر ردوا عليا وقالوا لي ان انتي اتقبلتي. وعايزه اقول لكم على حاجه مضحكه قوي، من كتر ما انا كنت شلت الموضوع من دماغي ومن كتر ما انا كنت اوريدي مبسوطه بحياتي حتى لو هم ما ردوش عليا، لما جالي الكول افتكرت واحد زميلي وقعدت اهزر معاه، وهو he's from the HR. ها تخيلي من الشركة اللي بتحلمي تشتغلي فيها حد من ال HR بيكلمك ويقولك this is your call انتي accepted لا لا لا، وانا عمالة بجد والله انا عارفة صوتك على فكرة وبعدين في الاخر كان بيقول لي عندك اي اسئله عايزه تساليها، وانا قلت له لا طبعا هسال ايه يعني مش عايزه حاجه شكرا وقفلت. وتخيلوا ان انا كنت من كتر ما انا نسيت وشلت الموضوع من دماغي رديت على الاتش ار على ان هو واحد صاحبي، والموضوع كان كوميديا يعني فباختصار شديد كل لما مش هتدي الحاجة اهتمام كل ما الحاجة دي هتفضل تجري وراكي وهتقابلك مكان ما انت عايزة. اوكي، وده مش معناه ان انا ما اشتغلش على اهدافي وما اعملش اللي المفروض اعمله، لا انا باخد بالاسباب وبعمل كل اللي انا المفروض اعمله وبعمل اللي عليا، والنتيجة جت او ما جتش I'm good either way. دي المايند سيت اللي انا عايزاكي تكملي في الاهداف اللي عندك وفي الحاجة اللي انت عايزة تعمليها وتوصلي لها بيها. دي المايند سيت اللي فعلا هتغير وجهة نظرك على ان انت تحققي اهداف او توصلي للحاجة اللي انت عايزاها في حياتك. عايزاكي تقوليلي في الفيديو ده لو الفيديو فادك، وكمان عايزة اعرف منك لو في اي فيديوز تانية عايزاني اعملها لك، قولولي اي topics عايزاني اتكلم فيها. I will be so happy to do so. يعني انا هنا يا جماعة منكم وليكم، يعني مش عارفة بيقولوا عليها ايه، بس يعني اللي هو انا عايزة افيدكم على قد ما اقدر. انا بتبسط قوي وانا بتكلم وان انا اشارك تجاربي وخبراتي، وبتبسط قوي لما اعرف ان في ناس بتسمع اللي انا بقوله وبيفيدها في حياتها، وده بالنسبه لي هو هدفي دلوقتي في الحياه. اوكي، فاتمنى تكونوا اتبسطتوا في الفيديو، واتمنى ان انتي تعملي سبسكرايب علشان تدعميني في القناه وتعملي النوتيفيكيشن الجرس، صوره الجرس، علشان يوصلك كل الفيديوز اللي جايه، لاني I'm planning to do more and more and more videos في الأوقات الجاية. there is a little kitty. اوكي يا جماعة، ده كان مكاني للفيديو النهاردة، وأتمنى تكملوا اليوم على خير، وأشوفكم في الفيديو الجاي. هشوف كل الكومنتس بتاعتكم وهرد عليها كلها، وهشوف أي حد عنده أفكار للفيديوز الجاية وهتأكد إن أنا أعملها. stay safe, stay happy و keep going، وأشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.